السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا امارات؟ النهاردة هنعمل مع بعض اللسان. هنعمله بطريقة حلوة جدا، طريقة مختلفة عن اللي بنعمله بيها كل مرة، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك وقت خالص وانت واقفة في المطبخ. ويعتبر اللسان ارخص كتير من اللحمة، 300 جنيه على الاقل. دوت هيبقى في متناول ايد الجميع، يقدر يجيبه ويدخله جنب كل الاكلات. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة بتاعتنا النهاردة. ودلوقتي معانا هنا اللسان على بعضه، هنعرف مع بعض ازاي نقشره. وطبعا اللي حابب يشوف الطريقة اللي بنسوي بيها اللسان، احنا ما عملناش حاجة اكتر مننا سلقناه. عندك احنا عملناه اكتر من مرة على القناة في فيديو حلويات المذبح وسندوتشات السمين. ودلوقتي لما بنيجي نقشر اللسان لازم تقشريه وهو سخن عشان يتقشر معاكي بكل سهولة وما يتعبكيش. احنا هنا طبعا شايفة مسويينه كويس جدا لدرجة ان هو بيطلع معانا، يعني يا دوبك بنلمسه كده بص تلاقيه بيطلع معانا. شايفة الطبقة اللي فوق دي لازم تشيليها، ما ينفعش ابدا انه يتاكل بيها او تدخليه في اي اكلات من غير ما يتقشر. فاحنا بنقشر الطبقة الفوقانية دي كده، دي الطبقة اللي بتبقى بتحمي اللسان، فلازم نتخلص منها. بنشيلها كده، ولما بتعوزي اللسان بتجيبيه من عند الجزار، بتوصيه عليه بيبيع لك اللسان كله كده على بعضه، وسعره بيكون منفصل تماما عن سعر اللحمة. ده بيكون ليه سعر اقل من اللحمة كتير، وطبعا بيختلف سعره على حسب البلد اللي انتي موجودة فيها. ودلوقتي شايفة المكان هنا خلاص يعتبر كده اللسان بدأ يبرد. لما بيبرد بقى يبدأ ياخد من اللسان القشرة، وانتي بتقشريها بتبدأ تاخد من اللسان وهي طالعة. فبالتالي انتي لما تيجي تقشريه لازم يدوبك تنشليه من المية السخنة على طول وتقومي مقشراه. شايفة اكمنه برد معانا. هتبدأ القشرة بقى ما تطلعش معاكي قطع على بعضها كده مرة واحدة، هتبدأ بقى وانتي بتقشري تقعد كل شوية تتقطع منك كده، مش هتطلع قطع على بعضها كبيرة، لا هتقعد تطلع حتة بحتة صغيرة. ودلوقتي بعد ما قشرت اللسان كده هجيب البلانشة كده ونبدأ بقى نسمي الله ونقطعه. طبعا اللسان بتقدري تعملي منه اكتر من طريقة، بس الطريقة اللي احنا هنعمله بيها النهاردة احنا ما عملناش مع بعض قبل كده. شايفة انا هقطعه كده شرايح، هعمله كده شرايح زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش ينزل يحط اللايك. وطبعا بيتقطع معاكي بسهولة لان هو طبعا مستوي، فتيجي يا دوبك تضربي فيه السكينة كده وبصي تلاقيها بتجري فيه. هقطع اللسان كله بنفس الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، هقطعه كله كده شرايح. عايزة بقى تقطعيه بالطول تقطعيه بالعرض، الطريقة المناسبة ليكي او الافضل ليكي تقدري تستخدميها. ودلوقتي خلصنا تقطيع اللسان، هنحط بقى كده قلاية على البوتاجاز ونضيف فيها شوية من الزيت. تقدري تضيفي بقى قطعة ليا، تقدري تحطي حتة سمنة بلدي، تقدري تحطي حتة دهن، النكهة اللي عايزة تنكهيه بيها تقدري تحطيها، مفيش اي مشكلة. بس انا بالنسبة لي هعمله بشوية زيت بس عشان يبقى خفيف كده في الاكل، وكمان بحس ان هو يعني دسم، فبالتالي انا مش عايزة ازود الدسم عليه اكتر، فانا هخليه بشوية زيت بس. وخلي بالكم يا امارات كده وانتوا بتقلوه، لان هو بيطرطش زي ما بتيجي كده تحمري اللحمه. وكمان وانتي بتحمريه تعلي النار عشان خاطر ما يشربش معاكي زيت ويتحمر معاكي بسرعه. شايفه لما بتيجي تقلبيه كمان بيتقلب معاكي كده بسهوله، ولا بتلاقيه لازق ولا اي حاجه. وطالما عليتي النار بتلاقي الزيت زي ما هو ما بيقلش. وبعد ما خلصنا قلية اللسان وخلصنا الكمية اللي موجودة معانا وهو لسه سخن كده، بعد ما قليتيه بتنزلي عليه برشة من الفلفل الأسمر ورشة كمان من الملح. بالشكل ده بقى تقدري تقدميه جنب مكرونة، جنب محشي، بيبقى جميل جدا. وهتيجي تاكليه هتحسي انه فعلا طعمه عامل زي البلوبيف، حلو قوي، طعمه مختلف تماما عن لما تعمليه بأي طريقة تانية. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.